رحلة إلى المريخ بدون عودة، هذا ما أعلنت عنه شركة مارس 1 الهولندية لتحقيق مشروع إنشاء أول مستوطنة حقيقية على سطح الكوكب. 9 متطوعين عرب فقط، سعوديان وعراقيان ومغربيان وفلسطينية ومصري وأردني، بين أكثر من 100,000 متطوع حتى الآن للقيام بالرحلة. على المتطوع التقدم بطلب يكلف $38 كرسم للتسجيل، وبأن تكون صحته جيدة وألا يقل عمره عن 18 عاما وأن يزيد على 40 سنة وأن يتمتع بحالة بدنية جيدة. من الجميل جدا مراقبة كوكب بعيد ومنعزل يتحول إلى مكان أخضر قابل للحياة، لكن أن تكون جزءا من عملية البناء تلك هي أروع تجربة على الإطلاق. هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعني للذهاب إلى المريخ، إضافة كوني سأشارك حياتي مع الناس لإلهامهم وتحفيزهم لتحقيق أكبر أحلامهم. أنا مصري وقد قررت الصعود إلى المريخ، وأنا أعتقد أن روح المرح التي أتمتع بها هي الصفة التي ستساعدني على العمل على كوكب المريخ، فنحن معتادين على حل مشاكلنا بهذه الطريقة. وحسب الخطة فإنه من المتوقع أن يهبط 4 أشخاص عام 2023 على سطح كوكب المريخ، بعد أن يتم تدريبهم وتأهيلهم لمدة 8 سنوات في مكان معد لمحاكاة الواقعية لظروف الحياة على سطح المريخ. ومن المتوقع أن تستغرق رحلة إرسال المتطوعين من 7 إلى 8 أشهر على متن صاروخ يتم بناؤه لهذه الغاية، ويتم تباعا إرسال 4 أشخاص كل عامين. وقد تم الاتفاق مع شركات طيران لإرسال جميع المعدات اللازمة سنة 2020 من وحدات سكنية وثياب خاصة لهذا المشروع. وستبث اختبارات الفائزين والانطلاق والهبوط تلفزيونيا، إضافة إلى جميع مراحل الاستيطان والتواصل مع الأرض سيكون عن طريق تكنولوجيا مماثلة لسكايب. فإذا ضقت ذرعا بالأرض ومن عليها فما عليك سوى الرحيل إلى كوكب المريخ والعيش هناك. شرب الأبو ديوان العربية.